بين الامور اللي كنامن بها ومقتنع بها وقناعه عندي في الحياه هي انني انا الا صابني مرض ولا ازمه ولا تعاسه ولا قلق ولا توتر ولا اكتئاب، بمعنى اي حاجه سلبيه في حياتي، سواء في صحتي سواء في المال سواء في الخدمه سواء في ولادي، في اي شيء في الحياه، بمعنى ضد النعيم وضد ان نعيش في نعمه وفي نعيم، فالمشكل فيا، لان الاصل هو نعيش النعيم، الاصل هو نعيش النعم. الله سبحانه وتعالى شنو كيقول في القرآن؟ واحد الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شنو المعنى ديالها؟ أن الله ما غاديش يغير لك النعم الواقع ديالك اللي عطاها لك، سخر لكم ما في السماوات والأرض، جعل لكم، أنزل لكم، جعل لكم، هذا الكون كله لك أيها الإنسان، فهذا الشيء ما غيتغير إلا لا غيرتي شي حاجة في الداخل ديالك. شنو هي الآية اللي كتفسرها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية كنفهموها حنايا أننا نتغير من السيء الحسن، هي لا في القرآن، التغيير في القرآن من الحسن للسيء، أما من السيء الحسن التبديل، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالأصل نعيش النعيم، نعيش السعادة، النعيم المقيم، عكس هي كنت عايشة في صحتي في مالي في خدمتي في كل شيء، شي حاجة في الداخل خصها تعدل. هذا كلام الله.